اليوم رح نسوي كباب العروق او كباب الطاوة. نحتاج بالمقادير لحم حسب الرغبة، حسب الكمية اللي انت تريديها. لحم هذا تقريبا اقل من نص كيلو لحم. بصل تقريبا هاي بصلاية متوسطة مثرومة ناعم. طماطاية وحدة طبعا على هاي الكمية. طماطة معدنوس مثروم ناعم. هنا ثوم راسين ثوم سنين ثوم يعني، وتقدرين تخلين الثوم الباودر الثوم المطحون. عندنا البهارات هنا كاري كركم وفلفل اسود والملح طبعا. عندنا هنا الاضافة اللي حنضيفها عندنا الطحين تقريبا هذا نص كوب، ونخلي ويا الخبز المطحون اللوف. تقدرين تشيلين الحافات مالته وتطحنين بس اللب الابيض، ما يهم اذا كان يابس او كان بعده يعني لين. طحني بالطاحونه بست البيت ويصير عندك هيجي ناعم مطحون. هسه اليوم انا راح استخدم الجاف. نبدي هسه بطريقه العمل. طريقه العمل طريقه سهله، مجرد ان نضيف المواد اللي عندنا نضيفها للحم. مثل ما قلنا البصل ترميه ناعم، والطماطة. عندنا هنا المعدنوس، لا تكثرين من المعدنوس حتى الكباب من تقليه لا يسود عندك، يعني هاي الكمية كلش كافية. من تزيدين كمية المعدنوس من تقليه يصير اسود لونه طوخ يصير. وهاي سنين الثوم. نضيف البهارات. عندنا الكاري خاشوقة مال كوب، وعندنا الكركم خاشوقة صغيرة يعني تقريبا نص خاشوقة أقل من الكاري. والفلفل الأسود رشة فلفل أسود يعني تقريبا نص ملعقة صغيرة. وعندنا الملح. الملح طبعا حسب الرغبة. خاشوقة صغيرة. نضيف الخبز المطحون، هذا يعطي قرمشة بعدين من يتقلى. ونضيف الطحين اللي قلنا نص كوب لهاي الكمية. واذا احتاجينا نضيف شوية مي مو هواية، بس مجرد ان نخلط اللحم ويا المكونات. نجيب شوية مي. اخلط بايدي هنا احسن. نحاول نجانس المواد كلها مع بعضها، اللحم ويا الخضرة. عجنة عجن عادي. ما يحتاج هذا مي، بس مجرد ان نبلل ايدينا ونلم العجينة. لاحظي من بللت ايدي العجينة بقامت تتلزق. هذا عجين الكباب التركي. ما دام بيه طحين، قلنا احنا كل أكلة بها طحين أو عجينة لازم تنترك على الأقل فد نص ساعة قبل أن نستخدمها، فنتركها فد نص ساعة قبل أن نقلي. وهاي العجينة كاملة.
هسه راح نقلي الكباب، كباب العروق. طبعا بالنسبة للخبز المطحون اللي قلت لك عليه، الخبز المطحون هذا اختياري طبعا، هذا اضافة من عندي، لان انا بعد ان جربته شفته النتيجة افضل مما انه ما احطه. تريدين تحطين بس طحين، تريدين تحطين خبز شوية تبللي بالماء وتعصريه وتخليه، تريدين تضيفين هذا الخبز اليابس مثل ما اني ضفت، فانت حرة. تريدين تضيفين طحين اسمر اللي بالخالة، فهذا شي راجع لك. انا جربت هاي الطريقة اللي هو الطحين ويا هذا الخبز المطحون اليابس، النتيجة كانت روعة. هسه شوفي راح نقلي، تبللين ايدك شوية بالمي، طبعا الزيت يكون حامي، واثناء التقلاة ما تخلين النار كلش عالية حتى عجين الكباب لحق يستوي، ترققيه هيك بايدك، لا خفيف كلش ولا ثخين، بهالسمك هذا، ونخليه بالزيت. قلنا على نار اكثر من المتوسطة، مو عالية كلش حتى ما يلحق يحترق وهو ما مستوي. تدرين لان بيه لحم ني. تريدي مدور، تريدي هيجي طولاني، كيفك. تاخذين هذا المقدار، إذا تكون النار عالية يحترق وبعد ما مستوي، إذا تكون النار واطية يشرب زيت هواية، لأن بيه عجين بيه طحين، فحاولي تكون النار متوسطة. لان يحمر تقلبيه على الصفحة الثانية، على الجهة الثانية، وتقلي. تبقين طبعا تراقبيه مو تعوفيه. يطلع مقرمش ما يطلع معجن. ومن يحمر تقلبيه على الصفحة الثانية. انتي واقفة تقلين، تشيكين وحدة وحدة، قطعة قطعة، وتقلبيها. ريحتها روعة طبعا من البهارات، الكاري والكركم والفلفل الأسود والثوم، كل المواد تعطي نكهة. وهاي خلصنا التقلاة، تقلاة كباب، هاي آخر وحدة. هذا اللي أقول لك عليه، يبقى مقرمش ما يعجن. كبابنا بهالصورة هذا.